جماهير النادي الاهلي شايفاك انك انت على طول الخط ضد النادي الاهلي، بتدافع او صوت نادي الزمالك، اصبح باعتبارك طبعا زملكاوي فحصل يعني انتقادات ليك في الفترة الأخيرة. والله بص، ده من ساعة ما بدأت الإعلام والانتقادات دي شغالة لدرجة دلوقتي ان بعض من جمهور النادي الاهلي بيقول ارجع كابتن خالد محايد زي ايام دريم وون تي في، مع ان انا ايام دريم وون تي في برضه كنت بالنسبة لجمهور النادي الاهلي مش محايد خالص يعني. لكن انا بقول ان انا يعني بشتغل اعلام، انا ما بعملش مشاكل مع حد على فكرة خالص، انا بقول وجهة نظري ورأيي، وللأسف البعض بيخش معايا في مشاكل مش عارف ليه. هل هي بقى غيرة من المعلومات اللي الواحد بيجيبها حقيقية؟ هل هي غيرة ولاد القار الواحد؟ لأن في طبيعي ومنطقي يعني بالنسبة لشادي مثلا، شادي اسلام جاري وكان صديق ليا وكنا بنلعب خماسي مع بعض وإنسان طبيعي، مفيش أي مشكلة ما بيني وما بينه خالص. طب إيه التحول؟ التحول إن شادي راح قناة النادي الأهلي، فابتدى كل ما أنا أعمل حاجة يروح جايب فيديو ومعلق عليها، لدرجه ان انا قعدت في البيت 5-6 شهور ما بشتغلش. فبطلع ضيف في قناه مثلا اتكلم ان الزمالك يعني ده نادي القرن، يا عم انت هتوجع دماغنا، هو انت ما تروحوا تجيبوا مستندات، انت من 14 ليه يا سيدي؟ طب انا راجل بقول رايي. انت عندك قناه محترمه لجماهير محترمه، هي جماهير النادي الاهلي، عنده قاعده شعبيه كبيره، انت من حقك تقول اللي انت عايزه في قناتك، تقول المعلومه الحقيقيه، تتكلم زي ما انت عايز، لكن ما تحجرش على راي ضيف. ده انا ما كنتش مقدم كمان، ضيف يعني ضيف. انا بتكلم بمنتهى الصدق. ما تيجي مثلا كابتن شوبير بيتكلم على الوطنيه مثلا، انا من وجهه نظري ان الوطنيه هي وطنيه منتخب مصر مش وطنيه انديه، لان لو ما بنضحكش كان عندك مش احنا يعني دي معلومات. فما تيجي تقول لك انت عرفت منين؟ يعني ايه عرفت منين؟ هو انت مش راجل؟ يعني هقول لك على حاجه، هو هيجي يقول لك الناحيه الثانيه انا في قناه النادي الاهلي فمن حق ان انا ادافع عن قناه النادي، عن النادي الاهلي، عن سياسه مجلس الاداره. كان قبل كده قناه الاهلي بتنتقد ان هي موضوعيه وان هي ما بتدافعش عن سياسه مجلس الاداره، وان هي لابد ان هي تكون صوت النادي الاهلي، وبالتالي خبر زي دوت ممكن يعمل فتنه في الفريق. انا بقول لك وجهه النظر الناحيه الثانيه، وفتنه في النادي في توقيت كمان فريق النادي الاهلي كان بيمر فيه بتذبذب بعض الشيء في النتائج. فدوت من هنا احنا بنحاول ننفي دوت، وفي نفس الوقت بنصد اي هجوم على النادي الاهلي. قناه النادي الاهلي تستضيف النجوم النادي الاهلي، تتكلم على سياسيات مجلس الاداره الفتره اللي جايه، تقول الاخبار الصحيحه، حتى لو في اخبار صحيحه ممكن تثير ازمه تخبيها، انا بقولها لك، هو دي قناه الاهلي ماشي. لكن انا كأنا او انت او اي حد اعلامي هيخبي ليه؟ يعني اي خبر، لا انت ما تخبيش. ايوه هنا بس في نفس الوقت يعني ما وانت ما تعلقش. انت عندك المعلومه الحقيقيه بس مش عايز تقولها، يمكن لو قلتها هتكون ضد مصلحه النادي مثلا، او غلط ان انت تقولها في قناه النادي الاهلي. ما تقولهاش، بس مالكش دعوه بزميلك، يعني خلي زميلك يقول. طب ليه قلبت الخناقه شخصيه مع شادي؟ يعني خليني اقول لك ان مثلا هو بيقول مثلا ان ماشي انا في خناقه بيني وبين خالد او مشكله بيني وبين خالد، اللي دخل بيتي او زوجتي؟ انا مالي؟ وانا قلت حاجه من دي خالص؟ يعني ده اللي بيتقال. لا انا عمري في حياتي ما قلت حاجه كده، وشادي على راسي من فوق وزوجته على راسي من فوق، سيده محترمه وكلهم. ما تحاولوا تجيبوا لنا كابتن شادي يعني عشان نهدي الدنيا. بص يا اسلام، انا عمري في حياتي ما جبت سيره حد، ولا ليه عداوه باسر ولا عائلات، ولو جبت سيره مره مثلا ممكن يكون كابتن شوبير زعل مني بالظبط مثلا، لكن دي مش سيره، هو مش حاجه عيب يعني. يعني كابتن شوبير زوجته بتكتب حاجات على تويتر لا يعني انت ما تخليك في اللي بيقولوا مثلا. لا ما هو بص، انت يعني طب انا هسألك، ما هو كابتن شوبير علق على مرغني. ماشي، بس ما جابش سيره زوجة. هو انا بجيب سيره بالحاجه السيئه يعني؟ هو انت هسألك سؤال يا اسلام،
انت ليك زوجه محترمه وانا ليا زوجه محترمه، وكابتن شوبير زوجته انسانه محترمه، كلهم ناس محترمين وعائلات كابتن شادي نفسه، كابتن شادي زوجته محترم وناس محترمين كلهم. هو انا اما اخلي زوجتي مثلا تكتب على تويتر وتشتم جمهور الاهلي او تشتم جمهور الزمالك؟ ده رايي، انت مش هتحجر يا ما انا مش هحجر. طب انا قلت ماشي، طب انا بعلق على ده. احنا لسه بنتكلم على ان انت ما تحجرش حد، راي حد. لا، ما هو في فرق بين رايي. انا في مشكله بيني وبين حضرتك، في فرق بين الراي، لكن مش هتطرق الى زوجة حضرتك او الى والده حضرتك او الى والد يا حضرتك حبيبي او ابن حضرتك. يا اسلام، هو انا اللي بطرح نفسي على الساحه؟ يعني اما يجي زوجتي، انا هو بتكلم على زوجتي انا، تتكلم على النادي الاهلي، هي زوجتي دي مش بتكلم الاف الناس؟ هي رايها دي واحده. طيب انا بعلق على الراي وانت زعلان انا اعلق على رايي ليه؟ ما انت تعلق على راي اللي هيرد عليك، لكن ان احنا ندخل الزوجات او الكلام ده كله، هو انا اللي دخلت الزوجات؟ يعني حسب ما الكلام. لا انا شادي مثلا أنا بيقول ده. لا انا ماليش دعوه. لا انا يعني انا عمري في حياتي ما دخلت الموضوع ده وما اعرفش الكلام اللي انت بتقوله. طيب خليني ده حسب الكلام اللي هو قاله، يعني دي جزئيه، لكن في نفس الوقت قال ايه؟ يعني قال ان خالد قال لناس اللي عندك في الاعداد تقريبا. ما قالش الكلام ده على الهوا. لا تقريبا يعني. طب تقريبا انا عمري في حياتي ما دخلت حاجه من زي دي خالص. بالعكس، معلش يا اسلام، انت لما تيجي لوم الشخص اللي قدام، يعني ينفع واحد يقول انت حقود على الهوا؟ انت بتحقد على الاهلي؟ انت بتخاطب مين؟ انت كذا، انت كذا، انت وائل جمعه ده قدك 100 مره وانا قلت حاجه غلط على وائل جمعه؟ طب هو شادي بيقود حمله نبذ التعصب على قناه الاهلي. كويس، يا ريت، دي حاجه لو كويس. دعاك شادي انك انت تكون موجود ضيف في قناه الاهلي، هتوافق؟ ما فيش عندي اي مشكله. انا ما عنديش اي مشكله مع القناه، ما عنديش اي مشكله مع جمهور النادي الاهلي، ما عنديش اي مشكله مع شادي نفسه. هو شادي مشكلته ان هو بيخاطب جمهور الاهلي، بيخاطب فئه معينه من جمهور النادي الاهلي، وهو شايف ان هو بيحمي كده النادي الاهلي، مع ان يعني شادي نفسه اما مشي اختلف مع الاهلي ومع بعض اللعيبه. ايوه وارد. طب ما انت اختلفت. طب ماشي، هو ايه بقى ايه اما انا اقول خبر بقى ان وائل جمعه احتمال يمشي، ايه العيب في كده؟ ايش دخل ان وائل جمعه تاريخه اكبر من تاريخ؟ طب ما وائل جمعه لعيب كبير، وائل جمعه افضل مدافع جه في مصر، وائل جمعه تاريخه كبير جدا واكتر مني كتير جدا في المنتخب. لكن في النهايه ايه علاقه خبر بان انا احسن وهو احسن وهو سيدك وهو تاج راسك وهو احسن من، يعني ايش دخل ده؟ يعني ايش دخل؟ ملاش علاقه طيب هي الفكره في نبذ التعصب، يعني دوت نفس التعصب ده بيجي الاول من قناه النادي. يعني هل التعصب هو بادئ من قناه الاهلي في الاساس؟ لا بص، مش دفاع خالد الغندور المستمر عن نادي الزمالك؟ يعني ايه دفاع؟ هو انت بتحاسبني على ان انت بتقول معلومه حقيقيه ولا بتحاسبني على ايه؟ لا انا بقول لك انت عمرك يا اسلام، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. انت عمرك جبت واحد هنا عندك وقلت له على فكره جمهور الزمالك كله بيقول عليك ان انت بتكره الزمالك وان انت اعلامي ضد النادي الزمالك وانت اعلامي ضد عمرك جبت كده؟ لا. طب مش معنى بتجيبني انا بتقول كده؟ لان هو ده اللي بيتقال. ومين اللي بيقول؟ لان في بعض من جمهور الزمالك اللي بيقول كده؟ الاهلي. طب وجمهور الزمالك جمهور الزمالك ما بيقول على اعلاميين، ما بتجيبوش الاعلاميين دول ليه وتقول لهم نفس الكلام؟ لان جمهور الزمالك يعني في الغالب ما بيحصلش معاه ازمه كبيره مع اعلاميين. يبقى اذا جمهور الاهلي بيفتري عليا بقى، او هو دايس عليا. طب ما جمهور الزمالك بيقول على اعلاميين ان هم منحازين للنادي الاهلي وان هم ضد الزمالك وان هم بيكرهوا الزمالك وان هم بيوقعوا الزمالك، من ضمنهم انت. انا بكلمك بجد. انت مش عندك معلومه؟ انت عندك معلومه؟ لا اسلام صادق ضد الزمالك، اسلام صادق ما اعرفش ايه، ده بيتقال. كريم باباه وبيخاف من النادي الاهلي وما بيقولش ده بيتقال. لكن في